تتواضعوا من الحمد لله. كلهم نفسهم لعبانة حتى المصريين ما يسووها. نفسهم بس لعبانة منهم. وكيل وزير الخارجية قام يبكي طلع شفية وقام يكهد. فورا ما خلص قال لهم ترى أبكي لأن التاريخ يعيد نفسه. ال 56 إيدا طلب لعبد الناصر الاستقالة. إذا جو هذول أبوهم قتلوهم اللي جو على المكرماني وهو راح للأزهر وخطب خطاب الكرامة. سنقاتل 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 لن نسلم أبدا. وصارت المعركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون رفاق؟ يا الله تفضلوا. الله بخير. الله بخير. مرحبا يا دكتور. شلون صحتك؟ مرحبا يا دكتور قاسم. شلون احوالك؟ الله يحفظك. الحمد لله. شلون اليمن؟ والله يسلم عليك اليمن، حجارها وشجرها وبشرها. الله يخليك. اجتمعنا رفاق حتى نسمع من النائب عن سفرتهم وخاصة هذا المضبة الحلوة للعملاء كلهم. يعني هي الهجمة صارت على المحتاجون إلى موقف حازم. ولأنهم هم أهل القضية. هم المبلغين يعني هم يختلفون عن الآخرين بشكل جذري. المعجون فكر قومي مناضل مجاهد وهذا ضابط. فراح سووا حملة على زايد وعلى ولد زايد وطبخوهم من جونا يعني عايشين الشغل. كيف أنا أريد نأمل أن نعتبر كل الطرفين مصالح وما نرجع لهم ونذكرها. نبدو علاقاتنا قلت له يابا أول ما بلغوا بصباح ورقية مني رسمية أنه يجي أنا حمايته خليه تحمي. أنا أسوي له حماية بس خليه يجي، إحنا نريده يجي. وبلغهم رفيق ناجي للمرافقين يقول لهم ما يظل ولا حماية إلا يظلون اثنين على باب وطمانتي. كلهم يروحون نروح حتى بالليل ورا من قلت هذا خاف. طيب نحن يعني قبل أن نتحدث عن المبادرة الإماراتية أريد أن أعرج على ما قاله الرئيس صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق للعملاء كلهم، هاي خصوصا هاي الضبة للعملاء كلهم.